وصراحة ما تفوتنيش الفرصة باش نتمنى الشفاء العاجل الأخ ديالي رضا الرياحي، ونتمنى إن شاء الله تكون شي التفاتة من الناس ديال الرجاء بجميع المكونات ديالها ومكونات نادي الدفاع الحاتمي الجديد. لأن جوج فرق اللي مثلهم وحمل القميص ديالهم. ولما لا، انا كاقتراح مني انا يعني ما لا اللاعبين القدامى ديال نادي الرجاء ونادي جدة تكون في شي مباراة يحضرها جمهور كبير، يحددوا الملعب سواء في الدار البيضاء ولا في الجديدة، ويكون المدخول ديالها لهذا اللاعب اللي يستحق. انا صراحة عاشرت الرجل، اخلاق عالية، مستوى كبير في الكرة، شي كرويين كاع ما نهضروا عليه لان لاعب كان كبير، لاعب صراحة يطرب وكيمتع غير في التدريب. سي رضا الرياحي كتمتع، انت كتريني وكتمتع مع واحد اللاعب امكانياته كبيره. انا راه كنقول واحد الحاجه وانا من باب التواضع، صعيب انا في لي فاس فاس واحد ضد واحد تإليمينيني كنت شويه قوي. اللاعب الوحيد اللي قصدي كنطيح راسي هو رضا الرياحي، هو مستودع جوج هادو كطيح راسك. علاش؟ الله اعلم. لاعبين كبار نتمنى ليه الشفاء العاجل. لاعب اللي عطى الشيء الكثير الكره المغربيه ولا سيما فريق الرجاء. كنتذكر المباراه مع جولد فيلدز، يعني عمل كل شيء رضا صراحه، كيشد الكره كيدخل وسط 3 4 اللعابه، خلق الرعب لهذاك الفريق. لاعب اللي كنظن ما نصفاتوش كره على صعيد المنتخب، كان هذاك اللاعب ممكن يكون له شأن اخر. على كل حال هذاك الشيء اللي قسم ليه الله، اسم كبير، مستوى عالي، غيبقى اسطوره، فخر المدينه الجديده ومثل فريق الرجاء اللي غيبقى يذكروا اكثر. نتمنى شي بادره باش يحس هو معنويا بانه راه الناس كتبغيه.